ليش منضل نحب الناس الغلط؟ ليش نتحمل علاقات صعبة مؤذية ومع ناس ما عم يعطونا أي شي، ما عم بيقدموا لنا أي شي؟ ليش منضل نتمسك بالأمل حتى لما يكون واضح إنه ما في شي رح يتغير؟ بهاي الحلقة رح أحكي عن واحد من أكثر أنماط الحب المؤذية يلي منوقع فيها وكيف فينا نطلع منه. أنا معتز بلا سبب، وهاد بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي حبيناهم واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. في ناس بتحسهم موهوبين بطريقة غريبة، على فكرة أنا واحد منهم. دائما بنلاقي حالنا وقعنا بعلاقات فاشلة. العلاقة بتبلش حلوة، في أمل وفي اهتمام وكل شي حلو وكل شي تمام، بس شوي شوي يختفي الحنان، بيبرد الكلام، ويمكن حتى بتصير خيانات. وفي وقت أغلب الناس تفهم إنه خلص كفى لازم نمشي، بس لا، نحن لا، هون بالضبط منبلش نتمسك أكتر ونقول بلكي هالشخص رجع صار حنون وطيب مثل قبل، بنصير نسامح وبنصير نعطي فرصة تانية وثالثة وعاشرة ورابعة و25. هو هذا الشخص اللي بنحبه بيرجع بيعتذر وبصير بيعيد نفس الغلطة وبيعتذر وبيعيد نفس الغلطة وهكذا. الفكرة الرئيسية بهذا الموضوع إنه ليش بنضل بنتحمل؟ من برا ببين إنه إحنا ناس عنا أمل كبير، يمكن حتى ببين إنه ساذجين أحيانا، يعني هيك سخيفين، بس الحقيقة أعمق من هيك بكتير. هدول الناس اللي مثلنا لما كانوا صغار كان لازم يتحملوا أشياء صعبة كتير، حطوا بمواقف تخليهم يتحملوا أشياء صعبة كتير. مثلا يا إما الأهل ما كانوا دائما حنونين أو طيبين، أو بجوز يكونوا كانوا مشغولين أو باردين أو قاسيين بالكلام. يعني ما بيعرف الواحد شو الشيء اللي مر فيه الطفل بعمر صغير. بس الطفل هذا ما بيقدر بيقول لا، يعني هو وقت اللي مر بهاي الظروف مع أهله ما بيقول لا، أنا ما بدي هالناس بحياتي. ما بيحمل حاله وبيروح. الطفل بضل محتاجهم وبيعتمد عليهم بكل شيء. شو بصير؟ بيقوم بيحط اللوم على نفسه ويفكر إنه هو السبب، إنه في شيء ناقص فيه، وبصير دائما يحاول يرضي الطرف الثاني حتى يطلع له شوي وشوي القليل من الحب. كبرنا بس عقلنا العاطفي لساته صغير من جوا، لسه عم نجرب نحل نفس المعادلة، إنه إذا كنت ألطف بجوز بيحبوني، إذا صبرت أكتر يمكن يتغير. نفس اللعبة القديمة بس مع ناس جداد. يعني العلاقة اللي كانت بتربط الطفل مع الشخص اللي بيقدم له الرعاية الأول، يعني الأم الأب أو أي حدا القريب، ترجع تتكرر هذا الإحساس نفسه مع ناس تانيين. ونفس الطفل يلي كان يفرح بكلمة حلوة بعد يوم كامل من التجاهل لسه جواته عم يستنى، لساته بيستنى نفس الشيء. يعني منصير منرضى بالقليل القليل ومنفكر انه هذا هو الشيء الطبيعي، والنفس بتتعود. يعني هذا الوضع حتى لو كان غير صحي بصير هو المريح بالنسبة للناس هدول، بصير بفكر لأنه اللي بتعرفه أحسن من اللي بتعرف عليه. فهذا الشيء هيك تعود إنه هذا هو الشيء الطبيعي. الفكرة الثانية إنه هذا على فكرة مو حب، هذا اسمه توتر مزمن. يعني نحن لما منضل نتمسك بشخص مؤذي نقنع حالنا انه هالشدة هالطلعة والنزلة هالتخبيصات اللي بالعلاقة هو هذا الحب، بس بالحقيقة نحن صرنا مدمنين على التوتر، صرنا منحب الانتظار، نستنى اي حركة صغيرة ترجع تعطينا امل، منصير نبرر كل تصرف سيء. يمكن هذا زعلان الشخص، يمكن حبيبنا عنده ضغط، عنده ضغوطات، بجوز أنا ما كنت واضح كفاية أو ما كنت واضحة كفاية. كل هالوقت نحن عم ننزف من جوا وعم نحط أعذار لهداك الشخص. الحياة ما علمتنا إنه في ناس لازم نتركهم. ليش؟ لأنه كنا صغار ما كان في خيار إنه نترك ونمشي، ما كان في خيار المغادرة، فصرنا نبرر، نحلل، نفهم، نتحمل من هالحركات. بس الحقيقة يلي هي بسيطة كتير على فكرة، في ناس تصرفاتها مؤذية، حتى لو شكل الشخص، حتى لو شكل هدول الناس لطيف، حتى لو بيحكوا كلام حلو بيتغزلوا، أو حتى أحيانا عندهم حركات لطيفة بأوقات معينة، بس في ناس وجودهم بحياتنا بيأذينا. وهون ما في مجال للتفسير ولا للأعذار، الأمور واضحة. هذا الشخص يا بيفيدك يا بيأذيك. الغريب إنه بس نقابل حدا منيح، حدا حنون، حدا واضح وبيحترمنا، بنصير نتلبك، بنحس إنه في شي غلط، وبنصير نحس بالملل، أو حتى إنه مدري كيف أحيانا ما بيعجبنا. ليش؟ لأنه عقلنا العاطفي ما تعود على الاستقرار. الهدوء بيخوفنا أكتر من الصراخ والعياط والدراما وهالشغلات. والحب الحقيقي شكله غريب علينا. يعني هذا الحب الحقيقي المتوازن الهادئ كذا بيكون غريب علينا. نحن بنحب إنه يكون في شي دائما مو صح. الفكرة الأخيرة اللي بدي أقولها اللي هي الكلمة الفصل. بدنا نواجه حقيقة مرة بس ضرورية، الشخص يلي عم يأذينا ما رح يتغير
مهما كتبنا مسجات، مهما حكينا، مهما صبرنا، مهما بررنا له، الاحتمال الأكبر إنه هالشخص هو نفسه من البداية. وكل هالأمل يلي عايشين عليه هو مو أمل، هو نتيجة للطفولة علمتنا نتحمل ونسكت ونستنى. عرفت كيف؟ يعني الاحتمال الأكبر إنه هو هالشخص هو نفسه من البداية. نحن بنكون مفكرينه حباب وكذا هيك بالبداية، وطلع معنا بعدين إنه عصبي. نحن بنكون معمي على قلبنا شوي. في مقياس بسيط جدا للحب، ما في داعي نعقد الأمور. في مقياس واحد بيقول لك إذا العلاقة صحية، هذا الشخص هل هو طيب معك؟ هل بيحترمك؟ هل يشعرك إنك مهم أو مهمة؟ إذا لا تقنع حالك إنه الحب محتاج معاناة. لازم نكسر إدماننا على التعب، لأنه تعب الطفولة ما لازم يكمل معنا كل العمر. في ناس ما بيستاهلوا ننتظر منهم إنه يتغيروا، ولا نبرر لهم سوء تصرفاتهم، ولا نحاول نصلح الأمور، نحاول نصلح الأشياء. هو أصلا مكسور من الأساس. الموضوع بيكون في شيء مكسور لا تصلحه. وإذا لقيت حدا بيعاملك بلطافة لا تهرب منه، بالعكس لا تسأل حالك شو الغلط فيه، اسأل حالك ليش الطيبة صارت عم تخوفك. لازم تحب هالطيبة، لازم نحب نحن هالشغلات البسيطة والطيبة. إذا حسيت إنه هالحلقة لمست شي فيك، شاركها مع حدا بتحبه. فيك تكتب لي رأيك على قناة التليجرام أو تسألني أي سؤال. إذا حابب تدعمني تابع البودكاست وخلي صوتي يوصل لناس أكتر، أنا بكون ممنون. كل هاي الشغلات بتساعدني أنا إنه الناس تسمع صوتي أكتر. شكرا لكم. للحلقة الجاية ضلك بخير وضلك قريب من حالك. سلامات.